راجع من الشغل، كان عندي شيفت متاخر كده شويه. المهم داخل على مراتي لقيتها نايمه خالص، بس لقيتها نايمه في السرير وعريانه وحاطه ايديها على منطقه معينه. فانا استغربت ايه اللي منيمها عريانه دي وحاطه ايديها كده ازاي، هو في ايه بالظبط، ايه اللي بيحصل؟ المهم قربت منها قلت لها بصحيها يعني، في ايه اللي منيمك عامله كده ليه؟ فصحتها، فبقول لها في ايه يا حبيبتي، انت نايمه عريانه وعامله وحاطه ايدك كده ليه وعامله كده ليه؟ قالت لي ايه ده، في ايه؟ وقعدت اتجننت واتشعننت عليا وبتاع، انت عملت ايه؟ انا ايه اللي عمل فيها كده؟ وانا ايه اللي سوى فيها كده؟ وعملت لي فيها ايه عبد العبيط. فقلت لها انا لسه راجعه من بره، انا اللي عملته اللي سويته، ولو يا ستي عملت وسويت انت مراتي، ما اعمل واسوي اللي انا عايزه. انا اللي بقول لك يعني لو عملت ما انا هقول لك هصحيكي ليه، اقول لك انت بتعملي ايه ليه، يعني المشكله يعني انت نايمه كده ليه، عامله كده ليه، في ايه بالظبط، بتقومي تفهميني ايه الوضع ده؟ فقالت لي لا معرفش، انت اللي عملت، انت ليه قلعتني وليه عملت فيها كده؟ لا قلعتك ايه يا بنتي، وانا قلعك من غير ما تحسي؟ ايه دي بس كده، ما تعمليليش فيها الشغل المجانين ده، بالراحه بالراحه، في ايه؟ ولقيت دي بقى ايه، انهارت من الحياه، معرفش ايه اللي جرى وايه اللي عمل، وعملت لي فيها ايه. فانا انت لبستي يا بنتي ولا في ايه العبط ده؟ فانا اتخضيت، انا ما جيتش جنبها ولا عملت حاجه، ودي مصممه ان انا عملت وسويت وانا اللي عملت فيها. يا حبيبتي اهدي بس بالراحه من غير عياط. فالموضوع اتقلب من كتر عياطها والحاله الهستيريه اللي هي وصلت لها، يعني بقيت عماله خلاص بس اهدي انت تلاقيكي يمكن صحيتي من النوم ولا حاجه وانت مش دريانه، ولا يمكن اتحريتي، بس حر ايه، الجو برد، ولا يمكن اتحريتي وقلعتي هدومك ما خدتيش بالك. استهدي بالله كده، قومي اتوضي ولا حاجه وصلي لك ركعتين وتعالي نامي. المهم من هنا لهنا هديت وراحت داخله فعلا شويه، وجت راحت لابسه هدومها وراحت نايمه، وانا سكت قلت عادي يا بتحصل، ما خدتش بالها، ما ركزتش، قامت اي حاجه وخلاص. المهم ما عداش على الموقف ده يوم. تاني يوم انا بس تاني يوم بقى ده انا كنت نايم جنبها. تاني يوم رجعت من الشغل بقى بدري، كان شفتي عادي يعني، فرجعت عادي قعدنا وتعشينا سوا وبتاع ودخلنا ننام. نمت عادي وهي نامت مفيش حاجه. قلقت في نص الليل برضو قلقة عادي، لقيت دي نفس الحكايه، عريانه وحاطه ايديها برضو على حته، على منطقه في جسمها. فقلت بقى هو بعدين بقى هو في ايه الليله السودا دي، هو ايه الحوار ده بقى؟ فبصحيها، يا ستي يا حبيبتي قومي، انت عامله كده ليه، في ايه؟ انا بقى المره دي انا اللي بقيت عايزه افهم بقى في ايه، مع الموضوع اتكرر تاني، في ايه انت عامله كده ليه؟ قالت لي في ايه، وعملت لي برضو ايه، وقعدت تصوت وتلطم على وشها، في ايه؟ انا ايه اللي بيحصل عليا، انا ايه اللي بيحصل معايا، انا هو في ايه بالظبط، ومش عارفه ايه، وقعدت تلطم على وشها وبتاع، وانا حرام عليكي اللي بتعمليه ده، حرام، ما تلطميش وما تصوتيش، وصوتنا بالليل، احنا نص الليل ومش عارفه ايه، اهدي واجيب ميه ادلق في وشها واقرا عليها قران وبتاع. يا حبيبتي اهدي بس، فين وفين لما يجي طلع في ايه بقى، ايه اللي بيحصل؟ قالت لي انا ما اعرفش، شوف انت اللي بتعمل فيا ايه، وانا نايمه. يا ستي والله ما بعمل حاجه، يعني انا لو بعمل فيكي حاجه انا اللي هصحيك اقول لك قومي شوفي انت عامله كده ليه، ما انا هسكت. المهم من هنا لهنا، طب خلاص اهدي واهدي ونام، وانا بقيت قاعد هو ايه اللي بيحصل بالظبط، هو ايه الهبل اللي انا فيه ده؟ لان الهانم بقالها شهرين كل ما اقرب منها ولا اطلب منها حقوقي الشرعيه، كل ما يعني اقرب منها بس كده ودي يمسكها رعشه في جسمها وجسمها يتخشب ويتسمر حاجه كده قدامي شويه، يعني التخشيبه دي شويه وبعدين يجي لها حاله رعشه وحاجات غريبه بتحصل. فانا قلت بس ايه يا ود شغل البقره في البيت، في حاجه غلط مثلا ولا بتاع، شغل البقره، وهي حالتها النفسيه يمكن بعد ما مامتها ما توفت وبتاع حاله نفسيه جات لها، لان كانت والدتها لسه متوفيه بقالها كام شهر. فقلت سيبها ايه الفتره دي، يمكن ايه الموضوع لسه مأثر معاه. فعدى شهرين على الحال ده ما فيش حاجه خالص، كل ما اقرب منها تعمل يحصل كده، لحد ما زاد وغطى بقى الحوار بتاع ايه، ان انا بلاقيها عريانه وحاطه ايديها على منطقه معينه في جسمها دي. فطب اعمل ايه، ولا اتكلم مع مين، ولا احكي اتصرف ازاي يعني؟ المهم ما لقيتش غير اختي، فجبت اختي
اتصلت بيها في يوم كده قلت لها هعدي عليكي عايزك في موضوع مهم. رحت رايح لها وحكيت لها القصه كلها، فقلت لها الموضوع 1 2 3 4، انا بقالي شهرين الموضوع كذا كذا كذا، ومؤخرا لقيتها بتعمل كذا كذا. فلقيتها بتقول لي ايه ده، ايه الاستهبال ده، هي بتستهبل ولا بتستعبط؟ فقلت لها يعني انا قلت يمكن عندها حاله نفسيه من ساعه وفاه والدتها، فده اللي فهمته. وبعدين انا متجوز بنت عمي، يعني هي دي بنت عمي. فقالت لي لا الموضوع مش زي ما انت متخيل حاله نفسيه. انا اسمع عن الحاجات دي بس يعني معقوله يكون جن عاشق؟ قلت لها جن عاشق ايه، ما احنا متجوزين بقالنا سنتين اهو دلوقتي، جن عاشق اللي جه فجاه ده؟ فلقيتها بتقول لي انا بقول يمكن انا معرفش، بس هي في اعراض تانية. قلت لها انا مش شايف حاجه تانية غير هو الموضوع ده، الحوار ده والحوار ده بس كده. فقالت لي طب انا عايزه اقول لك على حاجه اختي. فقلت لها قولي يا حبيبتي في ايه؟ قالت لي فاكر خطيب البيت، خطيب مراتي يعني، خطيبها الاولاني؟ قلت لها ماله؟ قالت لي اصله رجع من السفر. قلت لها طب وايه ده علاقته بالموضوع؟ قالت لي لا انا قلت اقول لك معلومه، يعني انا بنت عمي اللي هي مراتي دي كانت مخطوبه لواحد قبل ما اتجوزها انا، وقعدت معاه حوالي 9 شهور، وكان يعني كانوا بيحبوا بعض، كان في قصه حب بينهم، وخطبها وكانت ظروفه مش مساعداه، فحماية رفضوا وهو اللي فسخ الخطوبة غصب عنه وبتاع، وقال لها ده ما ينفعناش، وعيلته مش زي عيلتنا، ومستواهم المادي مش احسن حاجة، وعرفنا يعني كان هيبقى حوار ايه 3 4 سنين خطوبة والقصة دي. فحماية ساعتها اللي هو عمي صمم ان هي تفسخ الخطوبة دي، ومن بعدها الواد ده بعد ما فسخ الخطوبة خد بعضه وسافر بره. بعدها على طول انا اتقدمت لها وعمي وافق وهي بنت عمي وافقت، وعايشين مع بعض بقالنا داخلين على 2 دلوقتي بما يرضي الله، عايشين بما يرضي الله. المهم لقيت اختي بقى بتقولي الكلمتين دول، قالت لي اصل هو من عندنا من المنطقه اصلا. قلت لها طب انت عرفتي منين؟ قالت لي ما انت عارف المنطقه عندنا، وانا لما نزلت السوق لقيته نازل بيتسوق لمامته، فشفته مره ولا مرتين كده في الشارع عندنا. انا طبعا انا لما انا ساكن بقى في منطقه تانية، بس اختي ساكنه في نفس المنطقه اللي هي ايه اللي عمي كان ساكن فيها ومراتي، وهو لسه بيت اهله موجودين يعني. فقلت لها طب ده ايه علاقته بالموضوع؟ قالت لي لا مش علاقته ولا حاجه، بس انا موضوع كده قلت اقول لك. فانا كنت عارفه ان مراتي بتحبه، يعني كان في قصه حب بينهم. فلما اختي بقى قالت لي المعلومه، فقالت لي بص هو حاجه من الاتنين، يا مراتك بتستهبل وبتستعبط، يا اما ممسوسه بقى وفي جن عاشق زي ما بنسمع كده. فقلت لها طب خلاص. فانا خدت ايه كلمتين وبصراحه حوار ان خطيبها الاولاني ده رجع من السفر خلاني ايه دماغي لفت، وما بقتش عارفه يعني هل ده ليه علاقه بالموضوع اللي انا فيه ده، وما بقتش عارفه اتصرف ازاي. بس انا ما مسكتش حاجه على مراتي ولا في اي حاجه، بس دماغي بقى ايه قعدت تودي وتجيب، ولحد دلوقتي بتودي وتجيب. روحت البيت قلت طب يعني اوصل لحاجه ازاي، ولا اجيب اخرة القصه اللي انا فيها دي ازاي، انا مش عارف. مسكت التليفون بتاعها، هي مش عامله باسورد ولا انا ولا الكلام الفاضي ده يعني، فمسكت التليفون بتاعها عادي، قلت اما اقلب فيه اشوف الدنيا فيها ايه. المهم قلبت في التليفون، مفيش حاجه في التليفون، يعني لا متصله بحد كده ولا رقم غريب ولا حاجه، الدنيا عادي. بس اللي بيحصل معايا ده كله مش عادي ومش طبيعي. فانا دلوقتي مش عارف انا هتصرف في القصه دي ازاي، اراقبها مثلا اعرف اذا كان اللي هي بتعمله ده فيلم هندي علشان تتطلق مثلا وترجع للبيت اللي رجع من بره، ولا فعلا في حاجه ملبوسه ولا جن عاشق زي ما اختي قالت لي، ولا الموضوع فيه ايه. يعني انا ما بؤمنش ولو انه موجود للاسف وكتير، حوار الجن العاشق وملبوسه وممسوسه والكلام ده، يعني الكلام الفاضي ده كله. بس جن عاشق هيخليها عريانه يعني؟ ولو هي بتمثل، هي المفروض لو هتمثل عليك مش هتبقى عريانه، هتبقى يعني لابسه هدومها. يعني لو بتمثل مين اللي فهمها ومين اللي رساها على الدور ده؟ اكيد في حد برسيها على القصه، او قايل لها ان اللي بيبقى ممسوس او اللي ملبوس او اللي بيبقى فيه جن عاشق بيحصل له كذا فاعملي كذا، فهيبقى الحوار هيبقى الى حد ما مفقوس. فايا كان بقى، يعني انا دايما بقول اقرب طريق للراحه الصراحه. ملبوسة ممسوسة جن عاشق عايزة ترجع لخطيبها الأولاني ولسه بتحبه، أقرب طريق الصراحة.
فانت هتجيبها كده على غفله عشان هي ما تلحقش تخطط وتدبر. هتجيبها على غفله، قول لها بصي يا بنت الحلال، هاتي من الاخر، انتي اللي بتعمليه ده كله عايزه ايه؟ انا عارف ان اللي انتي بتعمليه ده فيلم، فهاتي اخرة الفيلم ده، عايزه ايه وانا هنفذ لك طلباتك. انا مش هعيش مع واحده غصب عنها. بس اقعد اتكلم معاها كده وفهمها انت اللي وصلت له. فهاتي من الاخر، اللي انت بتعمليه ده كله غرضك منه ايه؟ هي مش هتلحق تكذب، وهيبان لو فكرت حتى تكذب هيبقى باين على وشها كده. في الحالة دي انت هتفهم بقى منها، من غير ما تتكلم هتفهم من ملامحها. هتقولك هي الملامح هتعبر عن اللي هي عايزاه من غير ما تتكلم. فده رأيي. لكن هتقعد بقى انت بقى تسمع كلام اختك هتلاقيها شيخ، لا راقبها، لا اعمل، اثر على نفسك. ده من وجهة نظري، من رأيي، اثر على نفسك الطرق دي كلها واقعد معاها ومن الاخر. لكن هتقعد تجيب شيوخ، وده يضحك عليك وده ينصب عليك وده يقول لك اصل لا دي عندها، وده يفتي لك يقول لك لا دي فيها، وتقعد بقى تراقبها وتراقب الموبايل وتعمل لا اصلها عايزه ترجع لخطيبها الاولاني، اصلها لسه بتحبه، اصلها. فاقعد معاها وهات معاها من الاخر. ده من وجهة نظري، معرفش بقى طبعا انتوا هتقولوا له ايه. ده رأيي في حلقة النهاردة. يا ريت تكتبوا له رأيكم في الكومنتات. خلصت حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. اللي عنده اي مشكلة او اي تجربة وحابب يعرضها بنفسه يسيب لي رقم تليفونه، واللي حابب اعرضها بالنيابة عنه يبعتها لي فويس مسج او مكتوبة. باي باي.